السلام عليكم. في اليومين اللي فاتوا بدأ الحديث مرة أخرى عن وجود وإنشاء نقابة خاصة بالعاملين والمنتسبين لمجال المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد داخل جمهورية مصر العربية. وجات لي مئات من الرسائل في الخاص وفي التيك توك، وكتير بدأ يسألني إيه هي الحكاية، فأنا جاي هنا أوضح لك الحكاية بخصوص نقابة المساحة. بتاريخ 29 ابريل عام 2025 اعلنت الجمعيه الجغرافيه المصريه، ودي هيئه عريقه في جمهوريه مصر العربيه بتمثل الجغرافيين، هيئه كلنا بنفتخر بوجودها في جمهوريه مصر العربيه. الهيئه دي اعلنت بتاريخ 29 ابريل عام 2025 بالتقائها مع ممثلين من وزاره التعليم العالي والقيادات السياسيه لانشاء أول نقابة مهنية في جمهورية مصر العربية. طب الخبر ده حلو ولا وحش؟ الخبر ده جميل جدا 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 ليك انت كطالب في المجال او خريج من المجال او مهتم بالمجال. ان شاء الله هيكون ليك الأحقية ان انت تنتسب لهذه النقابة، وان النقابة ان شاء الله تمت على خير في خلال السنين القادمة، فالنقابة دي هتحافظ على حقوق اللي شغال والمختص في المجال من الداخلين في الوظيفة. ولو انت شخص نزل موقع قبل كده هتفهم كم المهازل اللي بتتم في المواقع والشركات. كل المهازل دي بتتم لمجرد فقط مفيش نقابة تحكم الشغلانة. بوجود أول نقابة مهنية في جمهورية مصر العربية بتمثل الجغرافيين والعاملين بمجال المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، ساعتها المهازل دي مش هتبقى موجودة، لأن هيبقى في نقابة بتقنن وضعك وما بتسمحش بدخول أي دخيل في الوظيفة. فمجرد وجود النقابة دي بتضمن لك إن حقوقك محفوظة، راتبك محفوظ، وكمان المسمى الوظيفي، لان المسمى الوظيفي مش مترتب بقى اي حد بيقول اي مسمى وظيفي. حتى الراتب بعض الشركات بتبخس بالسعر الارض، فتلاقي مثلا شركه طالبه سعر والشركه طالبه سعر تاني. تالت حاجه الدخلاء في الوظيفه، يعني انت بتلاقي مثلا في دخلاء كتير في الوظيفه انت وانا والجمهوريه والعالم شايف ان هم ما ينفعش يكونوا فين في الوظيفة. بوجود بقى النقابة هيبقى في راتب ثابت ما ينفعش الشركة تتخلف عنه، هيبقى في اجازات، هيبقى في تأمين، هيبقى ممنوع وجود مهازل او الدخلاء فين في الوظيفة. فاحنا بنتمنى ونرجو من الله في خلال السنين القادمة لا خطوات ايجابية لانشاء النقابة، لان هتكون هي الهيئة الوحيدة اللي بتدافع وبتحافظ على حقوقنا، بتحميها وبتحمينا من الدخلاء في الوظيفة بإذن الله. اخيرا هيجي حد يقول لي طب ما في نقابه بالفعل موجوده في مصر وانا سمعت عنها وكمان الحكومه موافقه عليها. بالظبط، في نقابه في مصر بالفعل شغاله في الوقت الحالي وتحت اطار القانون، ولكن نقابه عماليه اللي بتتم حالا اللي الجمعيه الجغرافيه اتكلمت عنها هتكون نقابه مهنيه. عارف انت نقابه الاطباء، عارف انت نقابة المهندسين، عارف انت نقابة المحامين، دي نقابة مهنية. ودلوقتي حالا الجمعية الجغرافية المصرية والجغرافيين في مصر بيسعون لإنشاء نقابة مهنية. النقابة المهنية بتحافظ على المهنة. أما النقابة العمالية الموضوع مختلف شوية. يعني إيه نقابة عمالية باختصار؟ دي بتكون بعض العاملين، بعض تجمع من العاملين في المجال عاوزين يعملوا نقابة بحيث يقوموا بها نشاطات، حابين بس يعملوا مثلا معاش ليهم، حابين يعملوا نوادي ليهم او مصايف ليهم وخلافه. دي بتكون مجموعة من البشر العاملين في المجال اللي عاوزين يتموا بعض النشاطات او يحافظوا على حقوقهم تحت اطار القانون. ولكن النقابة دي ممكن اي حد يعملها، يعني اي مجموعة من الناس بعد الاوراق القانونية يتم عمل نقابة عمالية. ولكن النقابة العمالية ما بيكونش ليها اي تأثير على الشركات، يعني الشركة ما ينفعش تستأذنها في اي شغلانة، فما بيكونش ليها تأثير قوي قوي زي النقابة المهنية. اما لو تم اعتماد نقابة مهنية في مصر، جمهورية مصر العربية في مجال المساحة،
بعد كده كل الشركات سواء كان تعيين او انشاء مكاتب او خلافه في الشغلانه لازم ياخد اعتماد النقابه المهنيه. فوجود نقابه مهنيه حاجه جيده جدا لينا ان شاء الله باذن الله، وده ما يمنعش ان النقابه العماليه حاجه كويسه ممكن نشترك فيها، ولكن كلنا بنامل وجود نقابه مهنيه تحافظ على الشغلانه. اتمنى اكون انا وضحت لك كل حاجه باختصار. انا عز فليفل.